الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية شيء مهم جدا وناس كتير بتحاول ان هي توصل له، ومن ضمن الحاجات دي الاهتمام بنظافة الأسنان وأمور كتير متعلقة بالأسنان هنتعرف عليها النهارده من خلال لقائنا مع دكتور عمرو رمضان ودكتور أحمد وفيق مدرسين مساعدين في كلية طب الأسنان بجامعة الهرم الجامعية. أهلا بيك. اهلا وسهلا. دكتور أحمد وفيق، كلمنا يعني عن عواقب عدم الاهتمام بالأسنان. في ناس كتير يعني ما بيهتموش بالأمر ده، شايفين ان هو كلام فاضي، الناس ليها دعوه بلبسي مش عارف ايه، وممكن ايه الاسنان دي اهتم بيها كل يوم صبح وليل، بس ايه الموضوع؟ ايه عواقب عدم الاهتمام ده غير للاسف فكره الاهتمام والوعي بالاسنان الفتره اللي فاتت، يعني رغم الحملات الصحيه والحاجات اللي زي كده، بس برضه ما وصلناش للنسبه اللي احنا نرجوها. عواقب الاسنان بتؤثر على صحه الفم او صحه الجسم بشكل عام، بداية من التسوس. ممكن توصل لمرحلة ان انت في جير على اسنانك، ممكن يحصل لخلخة في اسنانك، ممكن تبدأ تعمل خراريج وتآكل في العظم. ده بيأثر في الاخر مثلا على المعدة وعلى المضغ، فبشكل عام هي بتأثر على الصحة. تمام، فمحتاجة تدخل من البداية ووعي ان احنا يبقى في كشف دوري عند الدكتور. لو في حاجة في بدايتها نبدأ ان احنا نلحقها، لو في مشاكل زادت المفروض ان هي تتعالج ونبدأ نعوضها بتعويضات حسب نوع التعويض اللي هيستخدم، عشان في الاخر نوصل للصحة اللي احنا نتمناها من البداية. يعني دكتور عمرو، من فترة طلع يعني زي موضوع ترند كده فكرة معجون الفحم، وناس كتير اتحمست ان هي تشتري المعجون ده وتبدا تستخدمه على سبيل ان هو بيساعد في تبييض الاسنان وكده، زي ما في خلطات كتير منتشره على السوشيال ميديا وبرودكتس للامر ده. فعايزين نعرف صحه الامر ده، هل فعلا هو كان مضر زي ما طلع كلام بخصوص المعجون ده، ولا هو فعلا ليه فايده، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ اصل الفحم ديت او عامه الفحم في العموم هو من ناحيه بيجيب نتيجه، هو بيجيب نتيجه بالنسبه للتبييض، بس نرجع ونشوف هو ايه بيبيض ليه او بيخلي الاسنان لونها يفتح ليه. الفحم بيبقى عباره عن بارتكلز او عباره عن اجزاء صغيره كده. المريض لما يجي يبدا يستعملها او يبدا يتفرج بيها اسنانه، البارتكلز ديت بتبدا تاكل جزء من طبقه المينا، جزء من طبقه المينا، وتشيل معاها كمان الصبغات. فالمريض هيبقى مبسوط جدا في الاول ان هو طبعا اسنانه فتحت. طيب ايه الكونسيكونسز او العواقب اللي ممكن تحصل للموضوع دوت؟ ان انت بعد كده السنان هتبقى متقبله اكتر للصبغات اكتر من الاول بكتير اصلا. عن ان انت عالجتها عند دكتور الاسنان. زياده على كده، مره في اثنين في ثلاثه انت بتفقد جزء من طبقه المينا، بيحصل حاجه اسمها وير للانامل او وير لطبقه المينا بتاعت الاسنان. طبقه المينا ديت هي اللي بتحملنا الاسنان بتاعتنا من الحساسيه. فتآكل طبقه المينا بيعرض الاسنان بعد كده للحساسيه الشديده، بيعرض الاسنان بعد كده للتكسير، وبيعرض الاسنان ان هي تتسبب اكتر بكتير جدا من الاول. فطبعا لا ننصح بموضوع الفحم خالص باستعمالها في تبييض الاسنان. طيب ايه ممكن يكون البديل عن الخلطات؟ وهل فعلا الخلطات المنتشره على السوشيال ميديا برضه هي صحيحه ولا ايه؟ يعني ايه ممكن البديل لتبييض الاسنان؟ معظم الخلطات اللي الموجوده على السوشيال ميديا هي نفس الفكره بتاعت الفحم. هو كل الفكره كلهم هم عايزين يجيبوا باودرز او يجيبوا جرانيولز كده تبقى صغيره عشان تعمل تآكل في طبقه المينا وتدي الريزلت الفوريه. هو كل الخلطات نفس الفكره، بس المعاجين الاسنان بقى اللي هي الصحيه اللي هي بتبقى ابروفد زي سيجنال، زي كولجيت 3 دي اللي هي الحاجات اللي هي مبيضه، وهتبقى ابروفد من FDA بيكون فيها بارتكلز دي برده موجوده بس بنسبه صغيره جدا. بس احنا اخرنا بنيجي ننصح المريض ان مش ده المعجون الاسنان هيبقى الاساسي بتاعك، انت هتستعمله مرتين ثلاثه في الاسبوع فقط عشان يدي ريزلت يعني مقبوله بالنسبه لك، بس ما يبقاش الاساسي بتاعك. الاساسي بتاعك هيبقى المعجون اللي فيها فلورايد. طيب دكتور احمد، بالنسبه للرائحه الكريهه او الريحه مش لطيفه اللي ممكن تطلع من البق، هل دايما بتكون مرتبطه بنظافه الاسنان؟ هي جزء كبير منها بيكون نظافه الاسنان. في من ضمن الاسباب برضه لو انا عندي تسوس في اسناني، فالتسوس ده بيجمع الاكل دوت هيبدا عن طريق البكتيريا يتعمل له زي تحميض او احماض، يعني تبدا تفرز تطلع ريحه كريهه. ممكن لو عندي جيوب في اسناني، الجيوب دي برضو بتعمل رائحه كريهه. ممكن لو عندي شروخ مثلا في الاسنان تبدا برضو تعمل زي تسببات. تمام، لو واحد عنده اللعاب مثلا ناقص شويه فبيخلي الريحه كريهه. ده طبعا من ضمن الاسباب مع اسباب قله الاهتمام بالاسنان، كل دي ممكن تعمل رائحه وحشه. اوكي، يعني الرائحه الكريهه مش بالضروره نقول ان مثلا لازم يكون مثلا ما بنغسلش اسناننا عشان كده ريحه بقنا وحشه. ممكن كده احنا بنغسل بس يعني في مشاكل ثانيه هي اللي مسببه الريحه دي. ممكن طبعا برضه من ضمن الحاجات لو في قرح، احيانا بيبقى في قرح في البق بتبدا يحصل لها انفكشن او تتلوث وتدي رائحه وحشه.
فلو عندي مثلا مشاكل في الجيوب الانفيه برضه ممكن تسبب رائحه سيئه. طيب دكتور عمرو، ايه العلاج اللي ممكن ان احنا نستخدمه عشان نتخلص من الرائحه الكريهه دي؟ الريحه الكبيره زي ما الريحه الكريهه زي ما الدكتور احمد ما قال ليها اسباب كتير طبعا. ممكن تكون بسبب مشاكل في المعده، يعني المريض اللي عنده مثلا ارتجاع في المريء ده برضه بسبب روائح في الفم، التسوسات، او لو في ضروس متكسره، او عدم اهتمام طبعا بالاسنان، او تكون طبقه جير على الاسنان، ده كله دوت بسبب الرائحه الكريهه. فاحنا بننصح بايه؟ ان انت تعمل زياره لطبيب اسنان كل 6 شهور، تعمل تشيك اب. هو المشكله ان احنا عندنا في المجتمع المصري ان ما بنروحش عند دكتور الاسنان غير لما يكون في الم. هو اي دكتور بالظبط في الم هنروح للدكتور، ما فيش الم مش هنروح للدكتور. لا، معانا الاسنان طبعا لازم نعمل تشيك اب كل 6 شهور، ونشوف لو البيشنت دوت مثلا عنده جير، او المريض ده عنده جير مثلا، نبدا نعمل تنظيف جير، عنده حاجات فيها تسوسات، او في حاجات محتاجه تتخلع، جذور متكسره، في لو عنده مشاكل في الجي اي تي او في الجهاز الهضمي، نبدا نحوله للدكتور الجهاز الهضمي يبدا يعالج الموضوع بالنسبه له دوت، ويبدا يعمل فولو اب لحد ما نحسن الوضع بتاعه. ايه افضل الاوقات اللي الواحد ممكن ان هو يغسل اسنانه فيها؟ يعني بنسمع مرات مثلا يقول لك قبل النوم، مرة تانية لا لما تصحى عشان مثلا ريحه بقك. ايه افضل الاوقات؟ هو على الاقل المفروض ان احنا نغسلها مرتين. هتبقى مره الصبح اول ما بنصحى خلاص، ومره بالليل قبل النوم. مره الصبح ليه؟ لان احنا بنبقى صاحيين وريقنا بيبقى ناشف خلاص، الوعي بيبقى قليل، فالسنه بتبقى في اضعف حالاتها خلاص، فمحتاج ان انت تبدا تقويها، ان انت تنضفها كويس جدا وتغسلها قبل، وتحط زي فلورايد عشان يبدا يرجعها لحالتها الطبيعيه. قبل النوم لازم نغسلها طبعا، عشان انت ده تراكمات اليوم كله، والاكل والاحماض والحاجات اللي انت اكلتها طول اليوم، فلازم ان انت تنضفها كويس جدا، عشان طول ما انت نايم البكتيريا هتبدا يحصل لها زي افراز بزياده، او تبدا تنمو بزياده نتيجه بالظبط تتكاثر بزياده نتيجه نقص الوعي. فالفتره دي بتبقى بالظبط، فانت لازم على الاقل تغسلها الصبح وبالليل. طيب دكتور عمرو، ايه افضل النصائح اللي ممكن نوجهها للناس اللي عندها حساسيه الاسنان؟ للاسف الموضوع ده منتشر، وانا شخصيا عندي يعني مجرد ممكن اشرب كوبايه ميه ساقعه الاقي احس ان انا هنا في حاجه غريبه، كهرباء زي كده، ممكن حتى ان انا اكل ايس كريم. ففي حاجات كتير كده، ايه النصائح اللي ممكن نقدمها؟ وهل هي ليها علاج، ولا هي المعادن مثلا او الحاجات اللي ممكن ناخدها من مسكن بس؟ طبعا هي حساسيه الاسنان ليها مالتي فاكتوريال، او ليها اسباب كتير جدا عشان تحصل حساسيه الاسنان. علاجها بسيط، يعني علاجها بيتدرج من حساسيه بسيطه او حساسيه شديده. طبعا حساسيه الاسنان دي بيكون اسبابها كتير طبعا، ممكن تكون حساسيه بسبب اكل مثلا، حاجات حادقه كتير، او حاجات حمضيه كتير، فدي برضو بتعمل تاكل في طبقه المينا، فبتكشف طبقه العجز زي الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه دوت، فبتبدا تعمل حساسيه للاسنان. وممكن كمان بسبب الناس اللي عندهم مثلا التهابات في اللثه، فيبدا ان احنا اللثه عندهم تنحسر ويبدا الجذور تنكشف، فلما الجذور تنكشف برضو بيبدا يحصل حساسيه. علاجها زي ما قلنا بيتدرج من حاجه بسيطه لحاجه يعني بيتدرج في الصعوبه بتاعت العلاج. فلو حاجه بسيطه نبدا ننصح المريض ان هو يستعمل معجون اسنان فيها حاجه اسمها بوتاسيوم نيتريت، زي معجون سنسوداين رابيد اكشن. في عندك مع دلوقتي في كمان مضمضه زي اوروفيكس ديليكت مضمضه فيها بوتاسيوم نيتريت. البوتاسيوم نيتريت دوت بيترسب على اسطح الاسنان، بيقلل الاحساس بالحساسيه. ولو المريض ما استجابش او ما تعافاش من العلاج اللي احنا وصفناه اللي هو بتاع الصيدليه، يبدا بقى يجي لي العياده، وابدا ان انا احط له ادوات او مواد معينه كده ما بين الاسنان او على جذور الاسنان، تبدا تحلل مع موضوع الحساسيه دوت، وتبدا كمان برضه نعمل فول اب معاه. تمام. طيب بالنسبه مثلا لبعض المنتجات، دايما بنسمع يعني، او مؤخرا بقينا نسمع من بعض الدكاتره فكره ان في فرش للاسنان او معجين ممكن تسبب لنا تاكل في طبقه المينا، يعني مش تساعدنا، هي ممكن تضرنا. في مثلا بعض انواع الفرش ممكن تكون خشنه شويه، او استخدامنا ليها بنعملها بقوه، فبالتالي يكون ليها تاثير سلبي. فهي افضل الطرق والمنتجات اللي ممكن نستخدمها للحفاظ على اسناننا. بص حضرتك، هو من ضمن المشاكل الشائعه ان احنا الناس بتستخدم الفرشه الخشنه على اساس ان هي بتنظف احسن. غلط. احنا المفروض ان احنا الفرشه اللي هنستخدمها يا اما تبقى اللي هي السوفت او الميديم، تمام؟ تاني حاجه طريقه الغسيل، احنا ما بنغسلش بعنف خالص، احنا بتاخد وقتك في الغسيل، بناخد حوالي دقيقتين المفروض في غسيل الاسنان، وتغسل بالراحه وتنظف كل الاسطح. احنا مش مجرد ان احنا بننظف السطح الخارجي وخلاص، احنا المفروض نمشي على كل الاسطح، ننظفها بطريقه هاديه، وفي نفس الوقت بنستخدم فرشه ناعمه. وبرده من ضمن الحاجات اللي بتطري الفرشه شويه ان انت ممكن تحطها في ميه دافيه قبل ما تستخدمها، عشان ما تجرحش في اللثه بتاعتك وتعمل لك انحسار.
بالنسبه للمعجون احنا فيها انواع كتيره من المعاجين، تمام. كل واحد طبعا على حسب الحاله بتاعته بنرشح له معجون معين، يعني مفيش حاجه اسمها افضل معجون اسنان في السوق، تمام. بس يفضل ان احنا نبعد عن الحاجات اللي فيها زي ما دكتور عمرو كان بيقول، اللي فيها الكربون او الحاجات اللي فيها المواد اللي ممكن تعمل حساسيه في الاسنان. فبنستخدم المعجون العادي طبعا على حسب كل واحد بيفضل نكهه معينه مثلا، ما فيهاش مشكله، بس المهم زي ما اتفقنا ان طريقه غسيل الاسنان تبقى بطريقه هاديه وناخد وقتنا فيها. تمام. طيب الاطفال طبعا يعني بنربيهم وكده، بس مش عندنا فكره او وعي قوي بفكره هو من سن كام ابدا ان انا اعلم ابني ان هو يبدا ان هو يهتم باسنانه ويغسل وكده. من سن كام ممكن احنا نساعدهم على ده او نخليهم يهتموا باسنانهم؟ المفروض ان الاهتمام بالاسنان بيبدا وقت طلوع السنان، تمام. يعني احنا بنتكلم من اول 6 شهور المفروض ان احنا نبدا. طبعا احنا مش الطفل اللي هيعرف يعمل ده او الرضيع هيعمل ده، المفروض احنا بنعمله له سواء بقطعه شاش نبدا نمسح له، تمام. سواء ان احنا نجيب له فيه فرش بتبقى زي الرابر كده اللي هي المطاط بتتلبس في صباع الام تبدا تمسح له عليها خلاص. بس لو بنتكلم الطفل يبدا يغسل اسنانه امتى، ممكن من بعد 2 سنين او حاجه نبدا نعوده على مسكه الفرشه خلاص، يبدا يعتمد على نفسه اكتر. ممكن بعد 4 سنين نبدا نستخدم الفرشه بطريقه اكثر احترافيه يعني. في برضو بتبقى الاطفال مثلا اللي هم ذوي الحاجات الخاصه مثلا او حاجه، دي بيبقى ليهم فرشه معينه، مثلا الفرشه اللي هي بتدور لوحدها او حاجه، لان هو مسكه الفرشه هو مش هيقدر يمسكها بطريقه طبيعيه، لان هو عنده مشكله في حركه ايده مثلا او حاجات زي كده. ففي حاجات معينه بتستخدم للاطفال دي، لكن الاطفال العاديين بنستخدم فرشه بحجم صغير ويبدا ان هو يتعود عليها، ممكن من بدايه بعد 2 سنين يبقى كويس. اعتقد ان الامر ده للاسف مش منتشر وما عندناش فكره قوي كبيره عنه، فكويس جدا احنا عرفنا من حضرتك التفاصيل دي، ان انا بصراحه ما كنتش عندي فكره عن التفاصيل دي، واعتقد في ناس كتير احنا محتاجين توعيه اكتر في هذا الامر، الاهتمام باسنان الاطفال من سن 6 شهور. طبعا اول مره اعرف طبعا انت لما بتبدا المشكله معاه من سن صغير وتفضل مكمله معاه وبتفضل معاه في الاسنان الدايمه، وده بيخليه يتعرض لدكتور الاطفال في سن صغير، ممكن يعمل له مشاكل نفسيه ضد مهنه طب الاسنان، ويبدا بعد كده يكبر وهو عنده عقده من الاسنان بسبب المشاكل الكتير اللي كانت عنده في اسنانه. وبرده من ضمن الحاجات الاخطاء الشائعه ان احنا نستخدم معجون بتاع الكبار الاطفال لسه مثلا عندهم 3 أو 4 سنين، لان ده بيبقى فيه نسبه عاليه من الفلورايد، والطفل عموما من المشاكل اللي بتحصل ان هو بيبلع المعجون، فالمفروض ان هو بيبقى ليه معجون معين بنسبه فلورايد قليله عشان لو بلعه ما ياثرش على المعده عنده او لا قدر الله يعمل له تسمم. طيب هو الموضوع مثلا تآكل الاسنان مثلا على سن كبير شويه، او ان هي في اسنان مثلا نضطر ان احنا نشيلها كده، هل ده مرتبط بالعمر ولا يعني مرتبط مثلا بالاهتمام بالاسنان من زمان مثلا، ولا بالتسوس والمرتبط بايه؟ موضوع تاكل الاسنان دوت او الحاجه اسمها الوير، بتتكلم في حاجه اسمها الوير او تاكل الاسنان، ده بيبقى مرتبط اكتر بالعمر. طبعا كل ما بنستعمل اسناننا ديت برضه يعني فيها نسبه كالسيوم، الكالسيوم برضه او البارتكلز اللي موجوده فيها مع الايدج او مع تقدم العمر بتبدا تحتك مع بعض، فيبدا الاسنان تتاكل، ويبدا بعد كده المريض برضه مع العمر الزياده يشتكي لك من الحساسيه، يبدا برضه كمان ان الناس عنده تنحسر يشتكي لك من مشاكل برضه حساسيه او مشاكل ان الاسنان بتقول له يقول لك انها بتلخلخ وبتقع. في اسباب برضه كمان اسباب صحيه، المرضى مثلا عندهم مشاكل في الغده الدرقيه، مشاكل المرضى عندهم مشاكل في السكر او في القلب برضه بيعاني برضه من مشاكل في الاسنان بتاعتهم، فاحنا المفروض برضه زي ما اتفقنا فولو اب ونتابع حاله المريض، ولو احنا ان احنا نعمل له ريفير لدكتور بشري نقدر برضه نعمل له ريفير عشان نتابع برضه حالته. شكرا جزيلا لهذا اللقاء اللطيف، شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور.